المعروك السوري من الوصفات المفضلة عندي. حبيت أسويه للعيد وأشارككم طريقتي بيه. كلش هش وطعمه غاية في الروعة، وفكرته تشبه فكرة الشرك العراقي. للعجينة نحتاج طحين، خميرة، شكر وبيكنج باودر، وسر النكهة هو المحلب. ضفت شوية ملح وبيض بدرجة حرارة الغرفة، والزبد يكون مايع بس مو حار، وشوية من الدهن أو القيل للنكهة. وعجنته بحليب دافي، وعرفت العجينة تختمر مدة ساعة كاملة بمكان دافي. الحشوة الأولى هي جوز هند، زبيب، مربى مشمش، هيل وشوية دهن. عجنتهم لحد ما تلابسوا سوا زين وصاروا متماسكين. والحشوة الثانية هي تمر منزوع النوى ودهن وشوية شومر وهيل مطحونين، وممكن تخلون دارسين، وعجنتهم سوا. العجينة ورا ما اختمرت قسمتها وتركتها 15 دقيقة ترتاح. وراها حشيتها بالحشوات اللي حضرتها، ولميت العجينة وتأكدوا تقفلوها زين. تركتها ترتاح مدة 10 دقايق، وبعدين بيضتها وسمسمتها. وبفرن محمي مسبقا على درجة حرارة 200 شويتها، وتاخذ تقريبا 10 دقايق أو حسب الفرن، وممكن بآخر دقيقتين تحمرون الوجه الفوق. وبس بالعافية.